السلام عليكم البنات، صافا لاباس عليكم؟ جيت نعطيكم الفوائد ديال هذا العصير والشهاده ديالو. هذا العصير بالنسبه للناس اللي عندهم بغاو ينقصوا الوزن، هذا الا شربتيه قبل من الفطور وقبل من الغداء وقبل من العشاء، وضروري كتبعي الريجيم، يعني ما تبقايش تاكلي بزاف، كتحاولي تنقصي من الماكله باش هذا العصير يخدم خدمته ويعطيك واحد ليفي مزيانه. يعني ماشي غتقولوا غتشربوه قبل من الماكله وبعد الماكله وراه غينقص لك الوزن، هو كيحبس الشهيه قبل من الماكله، ولكن انت كتعاوني راسك. بالنسبه للناس اللي باغيين يزيدوا الوزن، بحال الناس اللي عندهم قولون عصبي، الناس اللي عندهم مشاكل ديال الهضم، الناس اللي عندهم السموم ولا حتى الحناش ولا السينته، هي اللي كتخلي الناس ما كياكلوش، ما كياكلوا وما كيغلاضوش. انا عندي القولون العصبي، الوغ متبعاه الحمد لله. دابا وليت كناكل بانتظام، يعني كنوض الصباح كيجيني الجوع، كنتغدى، كندير الكوتي، كنتعشى. شحال هادي ما كنتش كناكل كاع، كناكل في الصباح الا خبيز مع شي فريميجه، ومن بعد صافي كنبقى النهار كله انا جوعانه حتى لواحد الوقيته. كان عندي فقر الدم، دابا انا تبعته. هذه هي الثالثه في القراعي، باقي فيها غير شي حاجه وتسالي ليا، باقي فيها تقريبا قد هكا وتسالي. الوغ انا دابا عاوتاني مكوموندي عليه باش نكمل 3 شهور ديالي. كل شهر عندك خصك 4 القراعي، ولكن انا هاد الايامات راني تزاد فيا 1.5 كيلو، حمد الله وشكرته. القولون العصبي وليت كندخل للطواليت حاشاكم بانتظام، ما بقاش عندي هذيك السخفه، وليت كنعس. كان عندي فقر الدم، الحمد لله اللحم ديالي ولا غادي وكيصفى، لان انا في اليدين والرجلين كيبانوا لك عندك فقر الدم، الحمد لله ولاو كيصفى ليا الجسم ديالي. الوغ هذا العصير الا تبعتيه بواحد انتظام، انه هو مكمل غذائي، كيحارب السموم، كيحارب الخلايا السرطانيه، كيحارب الحبوب في الوجه، كيساعد الفم والاسنان باش ما يبقاش فيهم ميكروبات وباش يقويهم. يعني كيساعد بزاف ديال المشاكل. بالنسبه لنقص الوزن، خاص بنادم يتبع الريجيم، يدير واحد الحميه، ينقص شويه من الماكله. بالنسبه اللي بغى يزيد الوزن، يتبعوا قبل من الفطور، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء، ان شاء الله غادي يلقى واحد الاستحسان زوين. حتى لا كان ما كيغلاضش غادي يولي تيغلاض، لان هذا العصير غادي يقاد ليه العبور الهضمي ديالو. وشكرا البنات، كنتمنى ان شاء الله هذه الشهاده تعجبكم، وانا عطيتكم تجربه حيه، لانني انا ملي كندير تجربه على شي فيديو حتى كنكون متاكده منه. مع السلامه. السلام عليكم البنات، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ اليوم انا جيت نهضر لكم على هذا العصير ديال الويفيرا من شركه مايفا بيجو. واخا نعيا نهضر عليه ما غاديش نوفي حقه صراحه الله. انا خديته على حوايج اخرين، وصراحه مشى لي المشكل الكبير اللي كان عندي ومأرقني في حياتي سنين هذه. يعني شحال من طبيب مشيت عندو، شحال ديال الدوايات درتهم، لا ديال هنا ولا ديال برا هكا والو، حتى شي دواء ما جا معايا. صراحه انا خديته على يعني على الغازات وعلى هكا الدهون، على وصراحه ملق ليا مخير الغازات. اول حاجه بعد الغازات ما بقاتش عندي، حسيت براسي واحد الخفه، واحد الرشاقه فيا. الحاجه اللي هي صراحه فرحتني في قلبي انه كان عندي المشكل ديال النبوله، حرق الماء عزكم الله، تنخرج حتى 4 المرات 5 المرات في الليل. الحمد لله هذا المشكل ملي شربت هذا العصير الويفيرا تنحس براسي تحسنت، ما بقيتش داك الفياق اللي كنت صراحه تنعس وتنفيق، يعني تنوض مدقدقه الصباح ما تنحسش براسي، ما تنحسش كاع براسي راني شبعانه نعاس. وملي خديت هذا العصير الويفيرا ما شاء الله عليه، يعني داك حرق الماء ما بقاش عندي. عرفتي راه سنين هذه طويله وانا ما خليت حتى شي طبيب مشيت عنده والو. وصراحه هاد العصير مخير، وتنشكر شركه مايفا بيجو على هاد المكملات ديالها، وعلى كاع هاد لي برودوي اللي تدير لنا. صراحه كلهم خيرين، كلهم خيرين، وانا زعما شهاده الله سبحانه وتعالى وشهاده الحق انا سند ليها في هاد العصير الالويفيرا. شكرا مايفا بيجو.